حلوه الصوره دي كده يا موري. تحفه. هو ايه اللي انت كنت هتعمله ده يا حيوان انت؟ بتضربيني انا بالقلم يا بت؟ تضربك وتقل منك كمان عشان انت واد مش شواف. الحيوان ده كان بيحاول يقرب مني يا مروان. هو انا لمستك يا بت انت ولا جيت جنبك؟ حبكت وبعدين يعني؟ الدكر اللي معاكي لما يلاقي راجل زيه اتضرب بالقلم يجيب حقي بدل ما ارفع القلم وانزع اليد والوليه اللي معاك ما دي. تعرفش يا بطل، وريني كده. خدت 100 قلم على وشك مش قلم واحد. ليك حق تعملي اكتر من كده، ما انا مؤاخذه الدكر اللي معاكي واقف ساكت وعلى هواك كلام. طب خد بالك، انا ماسك نفسي بالعافيه لحد دلوقتي عشان ما يقلش منك قدام البيت. لا والله. انت خليك كده راجل شواف عشان ما تتطرش قدام الناس. لا، ما المفروض انت اللي تكون راجل شواف وتقول لي يا استاذ اسلام. لا ما فيش حاجه يا سلمى، ده الاستاذه ولا الابله واقفه على عربيتي بتتصور، ولما جيت اركب عربيتي ضربتني بالقلم، والدكر اللي معاها جاي محموق عليها. واحنا المفروض دلوقتي بقى نصدق ان دي عربيتك؟ ثواني يا استاذ. فتحت عربيتي، اوريكم الرخص ولا حاجه؟ يخرب بيت بجحتك. بقول لك انت وهي بعد اذنكم عربيه ما توسخش. معلش اسم حضرتك ايه؟ ما يخصكش. اوعي. يبقى لم اللي معاك دي عشان المره الجايه اخد لك في شنطه العربيه وانا ماشي يا دكر. حقك. وايه اللي عاجبك الكسبه دي؟ مالك لو كنت جبت لي عربيه ما كنتش حوجتني لواحد زي دوت. هو انت ما كنتش اتصرفت وضربتيه بالقلم؟ انت اللي وديتنا في داهيه. مساء الخير، تحب حضراتكم اجيب لكم حاجه تشربوها؟ عايز قهوه مظبوط، بس قبل ما تعملها عايزك تغسل ايديك بالله عليك. حاضر يا فندم. جدع. وحضرتك تشرب حاجه؟ ايس كوفي من عين الاتنين. بس تيك اواي ممكن؟ حاضر تمام. هو انت اسمك ايه؟ اسمي عبد الرحمن. طب بقول لك يا دي عبد، هو المدير هيأخر؟ لا، هو المدير جه و5 دقايق وهيطلع لكم دلوقتي. جدع. بعد اذنكم. كويس قوي، حتى نكون شربنا الحاجه الساقعه. انت واخده بالك من الشركه؟ الشركه باين على ستايل قوي، تحفه حقيقي. بدل انه مش هيأخر. ايه ده؟ ايه ده؟ هو انت ايه اللي جابك هنا؟ هو انا مش راضيتك؟ انت جاي تأذينا في اكل عيشنا يعني؟ لا يا مروان، او يمكن جاي يقول على الشركه دي ان هو صاحبها زي العربيه. بس اسكتي بقى كفايه. برافو كلامك صح، انا صاحب الشركه اللي انت جايين تعملها عندي الانترفيو. بالله عليك. وحياة غلاوتك. اكيد بيهزر طبعا، مين ده اللي صاحب الشركه؟ بيهزر. اسكتي، ما طلع بره عربيته وكان. عبد الرحمن الغي القهوه والمشاريب بتاعت الاستاذه والاستاذ. عاجبك؟ بقول لك ايه يا استاذ اسلام بيه العطلان. مش اسلام بيه. انا اتاسفت لك وحاولت ارضيك، بس انت خدت بعضك ومشيت وما اعطيتنيش فرصه. هي اسراء المنفعله حبيبتي. المهم انا الوظيفه اللي عندي عايزه شخص واحد فيكم وانتوا 2، اختاروا حد اللي يشتغل والتاني هيمشي. مروان اكيد طبعا انا اللي هتوظف هنا، انت عارف ان انا في احتياج الوظيفه دي جدا. يعني انت يا اسراء اللي هتصرفي على الراجل اللي هيبقى شايل البيت بعدين هنبقى نشوف الموضوع ده. بعدين انا يا اسلام بيه اللي هتوظف. لا طبعا يا اسلام بيه. مين اللي رضاك ومين اتاسف لك ومين اللي اعترف بغلطه؟ يعني معنى كده لو انا عملت حاجه غلط في الشركه دي هتاسف وهعتذر. خلاص انتوا ما اقتنعتوش بحاجه فانا اللي هختار فيكم. اختار يا باشا. كده يختارني انا طبعا. هختارك انت. ايه؟ انا خليك يا باشا. ازاي يعني المفروض تختار البنت خلاص يعني؟ يا اسراء، ما انا وانت. بس عايز اقول لك على حاجه عشان اكون مرضي. اتفضل. يرضيك ان السنيوره دي هي خطيبتك ولا مراتك؟ خطيبتي، وان شاء الله ينفع تعمل لي كده؟ حقك يا سامي. كده انا مرضي وخدت حقي. حقك يا باشا. هو اللي حقك يا مروان؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ انا خطيبتك. صوتك لو علق الشركه اللي انا المفروض هعطف عليك واديك مرتب اجيب لك الامن يرموكي بره. ده رقم 1. رقم 2، وطالما حقي ثانيه واحده ما تمشيش غير بامر مني، اصل انت مش هتمشي لوحدك، هتاخدي علبه الجلوكوز ده معاكي. يلا بره انت وهي. طب خلاص، واحده قصاد واحده وانت اديتني القلم. خلاص يا اسلام بيه، يعني بعد ده كله اسلام بيه هتمشيني؟ انتوا الاثنين هتمشوا وضربتها قدامك وما عملتش حاجه. يلا. عاجبك كده؟ انت السبب في كل ده. هنمشي عشان مقمر عيش. اعد ال3 ولا انده الامن؟ تختاروا ايه؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الباب من هنا، يلا وراه.